بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس رقم 13 من مجالس علم الفرائض. وقيل المجلس 13 ديال علم الفرائض استقيم يرضى ربي سبحانه نخدم يوم الموضوع سوا زاليس نخدم موضوع تأصيل المسائل أو التأصيل اختصارا. المراد بالتأصيل أو تأصيل المسائل البحث عن أصغر عدد يمكن أن نستخرج منه سهام الورثة بلا كسر بلا فاصلة. شو المعنى بوال؟ تأصيل المسائل يعني عندنا فيه وان العدد ذا مشطوح مزين السدن السفغة يمور الأنصبة يعني الورثة بلا مثل الفاصلة سون فيرغول بلا مثل لا فيرغول. دوك هذا كاين مثلا سفغي مثلا كاين 4 قسميتها في 3 إذا قد فغ فيرغول 1 فيرغول واحد فاصل. دوك هذا كاين 5 ديفيزيتها في 3 كيف ادي فغ صلا فيرغول. لو كاين 7 على 3 غاد فاصلة فيرغول 2 فيرغول. مي كاين 6 ديفيزي بار 2 غاد فاصلة 3 عادي. كاين 24 مقسومة على 8 غاد فاصلة 3. المعنى يس علم الفرائض ولا قارنت لي فيرغول من ماريت لي فيرغول ما راه نروح على براتيك يعني ما راه ديال ليكسبير باش يفضوا سي نورمال هذا في فيرغول صافي يوني ورث مثلا 700 متر فيرغول كذا وكذا نغ السين يقتارن ذا غير شحال مترات نغ شحال سنتيم في كذا نورمال نغ كثيرا ديم كل شيء اديرين الفواصل. ولكن ما نخدم المساله الى قاسيلي والسعرك والفاصله والسعرك لا فيرغول ثورة طبعا الاموراكي الى تيوري براتيك ماشي داير نخدم انا كسوال. الجانب النظري مهم ولكن لا بد ان يكون مرفوقا بالمسائل التطبيقيه العمليه. ذلك ما سنبينه بعد حين. ثورة ذكي اي مثلا أتنفهم مع التأصيل. التأصيل أولا ما إلى العصبات كان قلان ثورة كويني المسفهام للصنافة كل ورثة إلى الصنفة مزوارو اسم أصحاب الفروض يعني وقاد يسعنا مورنسن ديال القرآن غادي السنة مرصد أن يتيام أن سيزيام أنك في كذا اسم سنة الفروض المقدرة مادين مثلا ديال القرآن الكريم في الآية 12 في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. داك شو غادي يهضر ربي سبحانه في العصبات العصبة بالغير ما يلي الذكر كذا الأنثى عصبة بالغير نشرح يفيد ذي الدروس اللي عدان. بعدين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك ما لا يولي جاد سنة السيس نغكثر نغي جاد سنة الستماس نغكثر هذا وين ثلثا ما ترك يعني 2 2 على 3. وإن كانت واحدة فلها النصف ما يموت جاد يوث قليس نغيث بلتماس أسوي النصف 1 على 2 أندومي صافي ودي في كانوا كثير ربي يهدينا. بعدين ولأبويه مولان لكل واحد منهما السدس مما ترك ان سيزيام السدس ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. إما إلا ذا سنق موثن غادي يلي سنق موثن الوالدين أضورثن ما إلا يتجاد وكي موثن ما يسعى ميس نغ يليس ولد ذاك ربي يناد إما ولا ذاوين ان سيزيام هذا يعود غير الآية ولكل واحد ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك يعني المتوفى المورث إن كان له ولد ذكر أو أنثى. أن هذا يتمثل من سلا كلمة ولد ماشي معنى ذا قشيش خاطئ. الولد ذي القرآن ذي تعرف ذي الدرية
من بعد يفكاد التفاصيل نحكي انت ديال الايه اللي قبل بدايه سوره بدايه الايه 12 مدينا ربي سبحانه للذكر مثل حظ الانثيين يهضر في الذكر يهضر في الانثى في النساء. هادو غير الوالدين ربي يناد ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد وان لم يكن له ولد وورثه ابواه إما إلا يعني وقيم مثل يوصيكم الله ينادى ربي ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إما إلا مثل غير سنق مثل وسعينا راه الدريا ذاك ربي يهضر كان في يمات إلى فلأمه الثلث يمس انتيير واحد على ثلاثة. ذا شرا نفهم باللي بابا سديوي الباقي لماذا ذكر نصيب الأم فرضا نفهم من الآية أن نصيب الأب يكون بالتعصيب بالنفس أي يرث الباقي تعصيبا بعد نصيب الأم. إناد فلأمه الثلث إلى آخره. ثم ماذا العصبات ديجا أولا ماذا العصبات قلان يعني اللي زيرتي الورثة العصبات كيف يكون التأصيل إذا كان الورثة عصبات من العصبات. هنا إذا كان ألف عصبة بالنفس باء عصبة بالغير ميل عصبة بالنفس معناتها اسمحتي صنف واحد عصبة بالنفس عدد الرؤوس هو أصل المسألة. أذكر مثال ميموثيون إيجاد 3 وراش فقط لا يديجا وديجا ثمطوث وديجا والو إيجاد كان 3 وراش فاش راه نبضوا تريكايس في 3 قراي يعني عدد الرؤوس هو أصل المسألة سيقيتي فراتينس حسب شحال قراي ذو قاذني إذا أصل المسألة ما يجد 30 هكتار ديفيزي بار 3 صافي كل من 10 ما يجد 300 مليون كلي و100 مليون ما يجد 3 خامن كلي ونسو خامس يعني ذي قراي أنا نحسب خطر تجي ألف عصبة بالنفس باء عصبة بالغير عصبة بالغير المعنيس ذين دين الآية بداية الآية 12 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أذن سفغ أصل المسألة بتضعيف الذكر كيف ما إلا يمثيوني جد أقشيش أو تقشيشت اميس يليس فاش حلا نفضل تريكا في 3 ماشي في السين خاطر الا وقشيش اقشيش دوبل هاثنين السين فاقشيش يون هاثنين 3 وكما تضعيف راس الذكر ذي الايه ديالنا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين صافي اقشيش هذه وسين معناتها ما هو أصل المسألة هنا عند وجود العصبة بالغير فأصل المسألة هو بتضعيف رأس الذكر بمعنى إذا كان الإنسان خلى مورث خلى ابن وبنت معنى أصل المسألة 3 علاش 3 بتضعيف رأس الذكر كما قلنا في بداية الآية رقم 12 من سورة النساء. إما إلا يونيجاد 3 وثماثنيس أو كذ السناث تيستماثين تشقيقين صافي ذاك أصل المسألة شحال 3 فوا 2 6 بلس 2 صافي أصل المسألة 8 بارك الله فيكم. معنى من نقسم التركة في 8 كل قشيشة ديال ويسين 3 سنين لان وغنمس 6 أقشيشة مزوارو سين والسين سين ويس 3 سين 6 سي قشيشين يونيون
صافي ثمسة حسابية بدا يخدم كان الحساب وتجي الطريقة لتأصيل المسائل. وقي أولا ميل الورثة من العصبات. ثانيا ميل الورثة أصحاب فروض. أدنى في وين يسعى الفرض يعني يسعى أكاد النصف الربع الثمن الثلث وكذا قوم كان فروض. ميل ألف ميل يون كان صاحب فرض قلان. ما هو أصل المسألة؟ مقام ذلك الفرض هو أصل المسألة. تفرع ما يمثيون إيجاد مثلا إيجاد ثمطوثيس أكد ضربعة بثمثنيس ويسار الدريا ثمطوثيس تساوي ثيس ربعة أنكار أثمثنيس هذا وين الباقي يعني تروكار. ذا شو أصل المسألة ذاكي ضربعة أنسيغ ديك ربعة خمدنا أنكار واحدة على أربعة ني اللي هي في المقام ذوينا أرى نحسب أصل المسألة نستخرج سهام أسهم صاحبة الفرض والباقي يقسم على عدد الرؤوس اللي هما العصبات بالنفس الإخوة الأشقاء. هذا ميل ألف ركزت معايا يدي مليح كنا حاز ربي جزاكم الله خيرا. ميل ألف إلا صاحب فرض واحد ذاكي فأصل المسألة هو مقام ذلك الفرض ذلك صاحب الفرض يعني ذلك الوارث حتى مع وجود طبعا العصبات صاحب الفرض المقام ينس نعتبره أصل المسألة ونحل المسألة كما سنفعل بعد حين إن شاء الله. طيب إيميل تعدد أصحاب الفروض ماشي ليون إلا أن كارانسيز يامن ويت يامن دوميان تير دو تير إلا ناكو كذاكي خلظن ذاكي إلاق نشد لسانتور مليح ذاكي لانت طريقتان دو ميثود يوثن الطريقة الأولى نقسم الفروض المقدرة إلى نوعين. النوع الأول فيه النصف الربع الثمن يعني النصف ونصفه ونصف نصفه. النصف ان دومي النصف يزدا شوف انكار النصف ان ويتيام صافي ان دومي انكار ان ويتيام. وقلنا النوع الاول. الا النوع والسين ذا شوف الثلثان دو تير نصفها ان سيزيام ان تير دو تير ان تير ونصف نصفه ان سيزيام صافي دو تير ان سيزيام الثلثان الثلث السدس. وقيد النوع الثاني ثقي طريقة جرى سيد علماء الفرائض سي عهد الصحابة طريقة سهلة ولكن تحتاج شيء من الحفظ. خاطر سمحت لي بين قوسين العلماء زيك باش تسهلن العلوم اثنتي تسهلن خدمن المختصرات سي دي ريزومي مختصرات سما لسنت المتون ثور المتون كي ترقيث ثورة ترقيث ولا شي سنت قليل ندير قليل 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 قليل. وثقي الطريقة خدم الزيك اشكيت لا ميثود اشكيت مليح. كل العلوم اكيد خدمن في طريقة نظم اما نظما يعني طريقة متن اما نظما اما نثرا. نظم شعر سيداو ذا سفرو نظم نثر سيتادير ما كندير المقال اللي تكتب ذا شو بدي ما قد يحفظ خاطر زيك استخدام بزيف لا حفظا ثورة أدنوها. الطريقة الأولى ما هي؟ نقسم الفروض المقدرة إلى نوعين. النوع الأول فيه النصف ونصفه ونصف نصفه والنوع يعني النصف الربع الثمن.
والنوع الثاني الثلثان، بعدين نصفها ونصف نصفها، يعني الثلثان الثلث السدس. كيف نحل المسائل؟ إذا اجتمع النصف، يعني أولا إذا كان النوع الأول فقط اللي راه موجود في مسألة ميراثية، فإن أكبر الأعداد هو أصل المسألة. مثلا يجتمع النصف مع السدس، أصل المسألة هو 6 ماشي 2. الربع مع الثمن 4 و8، أصل المسألة هو 8. ولكن ميلا خلظا يجتمع النوع الأول مع النوع الثاني كله أو بعضه. فالقواعد هي: إذا اجتمع النصف من النوع الأول مع كل أو بعض النوع الثاني فإن أصل المسألة 6. وإذا اجتمع الربع من النوع الأول مع بعض أو كل النوع الثاني فإن أصل المسألة 12. وإذا اجتمع الثمن من النوع الأول مع بعض أو كل النوع الثاني فإن أصل المسألة 24. فرا ميزري ولكن كاين خاطئ، كاين مخي ودي ماتيماتيك ثورد نخدم طريقه ماتيماتيك نخدم زيك لي ميثود استخداما اداوني كل ميثود ماشي راه فاهم الغاش كل يوم ماشي كيفاهم الا وني يحمل الطريقه ويسفروا ياكي نفس الطريقه القواعد داكي قواعد منطقيه سيدي الراجل واضح شيني خاطئ سيدي ماتيماتيك الحساب اذواليغ ابرس الشفور من بعد ياخذك شغل ليسونسيال قالوا لا ميثود تواليغ ديال لا براتيك فكاس نخدم فيها ان شاء الله. اذا الطريقه الاولى هي طريقه التوزيع، توزيع الفروض المقدره الى نوعين كما اسلفنا. الطريقه الثانيه هي طريقه اعمال العلاقات. العلاقات ثلاثه 4: علاقه التماثل ثمزوروث، علاقه التباين تسنث، علاقة التوافق تسلثة، علاقة التداخل 4. ولا هم ترتيبة زوريتين تبغيض تلقى 4 علاقات: علاقة التماثل، علاقة التداخل، علاقة التباين، علاقة التوافق. ترتيبة الثاني أحسن خطر سي سهلة الوعارة من الأسهل إلى الأصعب: التماثل، التداخل، التباين، التوافق. 4 علاقات. انتهى الدرس نظريا يكفى. ثورة نروح نخدم الجانب التطبيقي مع الإعادة المناسبة. الموضوع إذن التأصيل. إذن داقي مجلس رقم 13. الموضوع التأصيل، يعني تأصيل المسائل. طيب نند أولا ميل أصحاب العصبات. أولا ميل العصبات كان يقول الورثة عصبات زمال شغلاكي الورثة عصبات إلا ألف عصبة بالنفس، باء إلا عصبة بالغير. الموضوع أكيد لساس يكو يدي في الدون وأكيد الموضوع لساس. العصبة بالنفس من ندميلا مثلا إمثيون إيجاد 3 أبناء. ذاكي أصل المسألة نتفق ألف ميم. أصل المسألة ألف ميم. أنوالف طريقة يجي
أصل المسألة كم؟ 3. باين 3 قراي. مادام أصل المسألة أي غردنا 3 خاطرهم عصبة بالنفس، لو كنا شرحت عصبة بالنفس فيما سبق. إذا مات شخص وترك 5 إخوة مثلا، 5 إخوة، 5 إخوة الشقاء، ذا قال نكتب ألف ميم أصل المسألة 5. باين سهلة مهلة. أما إذا كان عصبة بالغير لا، يكون الذكور مع الإناث. ذاك نطبق مقدمة الآية 12 من سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. مثلا شخص مات وترك مثلا 3 أبناء زأوة، مثلا 4 بنات. ألف ميم أصل المسألة علاش 10؟ خاطر 3 في 2 بارك الله فيك، 3 في 2 يساوي 6، 6 زائد 4 يساوي 10. معنى تركة أما تسمور أما تزمور أما ذي ذري منما أثنفضو في 10. أد نسفغ 10 يمورن، 10 يمورن. مثلا ميلا إيجاد أمليار قذريمن، أمليار ديفيزي على 10 شحال يساوي؟ 100 مليون، 100 مليون. أم بعد صافي نصفاد 100 مليون. كل قشيش هذه هو السين، سين 200 مليون، هذه يعني 100 مليون فوا 2 معنى 200 مليون، 200 مليون. ما تقشيش كل تقشيش تساوي 100 مليون فوا 1، سيتادير قاس نكمل بهذه الطريقة. أدنيني لكل ابن باش نخدم 100 مليون في 2 يساوي 200 مليون. وبعدين لكل بنت من كل تقشيش صافي 100 مليون فوا 1 إيكال 100 مليون يساوي 100 مليون. هذا سهلة مهلة. خطر هم عصبة بالغير. صافي العصبة ثاني سهل. ثم نروح ثانيا، أولا ثانيا ميل الورثة، ميل الورثة أذيلين أصحاب فروض، أصحاب فروض. ألف ميل صاحب فرض واحد. ألف ميم، ألف ميم هو مقامه، مقامه. مثال سهلة: إمثيون إيجاد زوجة ثمطث، إيجاد مثلا إيجاد أخ شقيق نغ ابن يلا. إمثيون إيجاد تمطوثيس ذميس دايا، ثمطوثيس 9 1/8. الابن نند باعين الباقي. أكدينا ثورة ألف ميم أصل مسألة أدفة 8 ياقي أوي تسيد أوي تسيد أوي تسيد خدمي تسيدا. ميلا إلى صاحب فرض واحد فإن مقامه هو أصل المسألة. هذا 8 دميسيد مباشرة سرسيت ثورة ما خدمنا زيكزيرسيس من بعد نخدم تمارين أغدفان ما شاء الله مباشر واضح كان يون دميد المقام خدميت أصل المسألة وتسناذي يراك. ولكن ميلا ماشي كان صاحب فرض واحد يقلان إلى أكثر من صاحب فرض واحد.
ذاكي باء إذا كان أكثر من صاحب فرض. تعدد أصحاب الفروض. نعاود كان هكا نكتب تعدد أصحاب الفروض. ذاكي هناك طريقتان لان ثلاث طرق. طريقة مزوارث، طريقة واحد. طريقة واحد أد نسفغ نوعين، نوع واحد نوع اثنين. ذاك النوع الأول شو قلنا نديس إلى ديك النصف الربع إلى الثمن. النوع الثاني لان الثلثان إلى الثلث إلى السدس. الطريقة الأولى تسع ان دومي ان كار ان ويتيام. النوع الثاني دو تير ان تير ان سيسيام. النصف الربع الثمن الثلثان الثلث والسدس. ثاقية مشان مسفها ذا ثاقي ذا الساعة طريقتان. معلش الطريقة الأولى تساقي نحو كان ستاقي وخلاص. نقول لك إذا اجتمع النصف مع الربع ان دومي انكار، ذا شو ذا أصل المسألة ذاكي؟ ذا ربعة ذا من قرآن ذيك السن ذن ساغر نحسب أصل المسألة. إما نجمع انكار كذ ان ويتيام الربعة وكذ ثمانية أعطيكم الصحة. وكيف ميم ذاكي سنجمع ثلاثة كذ ستة إما خلظا أخلاضاكي ما خلظا ذاكي ثورة أدنس. الطريقة الآتية إذا اجتمع يعني طريقة التأصيل. الطريقة الأولى إذا اجتمع النصف من النوع الأول مع كل أو بعض النوع الثاني فإن أصل المسألة ستة. مد نفاض قيوث تمثالت ان دومي نصف أم بعد نفاد يونس كوكالاكي طروان أو سيس ثلاثة أو ستة سي أوتوماتيك أصل المسألة ستة. معقول. إما إلا الربع انكار إذا اجتمع الربع مع كل من النوع الأول مع كل أو بعض النوع الثاني فإن أصل المسألة 12 دوز. خاطر ما إلا انكار يدوك لك الطروة إلى قد دوز ما يدوك لك السيس إلى قد دوز كاتاكل سيس دوز ما يدوك لي كاتاكل سيس هذه اصلا المساله مش طوح دوز 12. ما الا الثمن ان ويتيام يدوكل اكو ديول سكوي كالاكي ما يدوكل اكو الطروه 8 اكو الطروه 24 8 اكو 6 24. اعطيك الصح البلو بيتي انت مش طوح خاطر وتسوي من القران مثل قدام القران في خلف المنهج لا اذا قد يوضع مش طوح خاطر من بعد ذي لهنا غرزداث اتقلب الفم مشطوحه تفضل بالك ديك 200 300 400 وكذا مشطوح فنحس ايطاب بار ايطاب بريكه شغل غنفنو علم الفرائض كي من الباطمه تنفنو تبريك شويط. ثلاث الطريقه الثانيه ذا شوت الى قد نسر داكي. الطريقه الثانيه طريقه اثنين ثقي العلاقات. ثم زوارث علاقة التماثل. في السنث علاقة التداخل.
ثلاثة علاقة التباين توفق وعر شويط تنقالوث ثيس 4 علاقة التوافق. هكا خوتي ثورة علاقة التماثل ذي سميسي ذواليس مع التشابه ما إلا أنتير أكد دوتير هذا المقام سنيون ثلاثة كيف إذن علاقة التماثل تقتضي أخذ أحدهما يعني مقاما أصغر ولا هو العدد الذي تستخرج منه الأسهم بلا كسر ولا فاصل اللي هو أصل المسألة. تشابه في كذا كي خاطر ثورة باش غتبان مليح ما نبذلو لي زيكزيرسيس أسكانت نبذلو إن شاء الله بإذن الله. طيب علاقة تداخل معنى تلقى عدد يدخل في الآخر مثلا كي نقولوا في التماثل كي نقولوا مثلا ثلث أكل ثلثان تماثل هذا تماثل تشابه. علاقة تداخل هذه لي مثلا الربع غادي لي الثلث أكل السدس الثلث أكل السدس ان سيزيام أكل انتيير من بعد دفتر الأمثلة. العلاقة قلنا هي راسنت تداخل ثلاث كشم ذيثا ثلاثة كشم ذي 6 صافي. ما هو أصل المسألة؟ هو أكبر المقامين نتخذه أصل المسألة. ما نفد علاقة التداخل ير مثلا 3 أكد 6 مقارن ديكسن زنسيد أصل المسألة أنو إذا مقارن ماشي 3 و 6 هذا انتفى. مثلا ير الربع أكد 8 4 أكد 8 مقارن ديكسن 8 أثنتفان. ير الربع أكد النصف مقارن ديكسن ضرب 4 وهكذا. علاقة التباين إذا عرفت معنى الاختلاف ما دين باللي تباينت مع فلان اختلفت معه مخلفا لا ذا مخلف جستمون أن يكون عدد زوجي عدد فردي مثلا تروى عدد فردي وأربعة زوجي صافي بعلاقة بيناتهم علاقة التباين وتسمى كذلك علاقة التنافر. وعلاقة التباين تقتضي ضرب العددين هذا في هذا. أنت يراك الأنكار أنوذا أصل المسألة دوز أنسير ديكا دوز 3 فوكات مثلا هذا ذاكي الثلث أكد الربع كاتاكد تروى عدد علاقة تباين أمشاد نشوف أصل المسألة مضروب في أديوغان 12 ذاكي أصل المسألة 6 ذاكي أصل المسألة 3 ألف ميم كيف أنسيغ ديكا 12 كي 3 فوكات خاطر كل عدد يقبل القسمة على نفسه ولا يقبل القسمة على الآخر. معنى 3 أتفضل في مانيس وي في 4 خاطئ أدفع 0 نكون نادي لقلا فيرغول تروح ذا 4 أتفضل كان في مانيس 4 ديفيزي بار 4 يساوي 1 مي كوا كاين 4 ديفيزي بار 3 يساوي 1 الور ولاش لا فيرغول صافي مادام مخلفا وثوا غروا وثق رضوة سمح ثيثيك ودفض معليش كتجغوا السنة 3 في 4 3 عدد زوجي 4 عدد 3 عدد فردي 4 عدد زوجي. العلاقة بينهم هي علاقة تنافر أو علاقة التباين. هذا يقتضي لاستخراج أصل المسألة ضرب أحدهما في الآخر 3 في 4 يساوي 12. علاقة التوافق كلاهما زوجي مثلا يكون الربع أكل لا ماشي أكل ثمن تداخل أكل السدس 4 6 أعطيك لو كان شي 4 ديفيزي بار 6 0 أشي 6 ديفيزي بار 4 1 زيد ونزميران نوث 4 فوا 6
منوث 4 فوا 6 شحال دفق 4 فوا 6 شحال مي يكون اذا كي زعما نوصفها مشطوح نغالا 12 مي يكون واحد الراكورسي ديريكت اي غير ما نخدم دوبل اوبيراسيون نروح ديريكت لو كان دير 4 فوا 6 تدفع 24 من بعد 24 هو 24 هذا مشطوح 12 مي ورا غير سوض نمر 12 امشي انا وضر 12 يركا تاكل 6 امشي Si par exemple 4 fois 4 égale à 2 fois 2, 6 égale à 3 fois 2, on supprime les deux, donc c'est 3 fois plus. ايوا 6 بار 2 4 بار 3 ثقا مشي سقران في لغه الميراث إناياش نبحث عن عدد صغير عدد واحد يسمى الوفق فنأخذ مقام الكسر الأول ونقسمه على الوفق والناتج يضرب في مقام الكسر الثاني والعكس صحيح. أولا كي أمشي نخدم أنا إذا مشطوح ذاك إذا مشطوح جالس نضيف لاسم بلا فيرغول دو ماشي ماشي تروا لو كان نطف دو لو كان نطف تروا 6 ديفيزي بار تروا سي بوسيبل اي 4 ديفيزي بار تروا نو سي بون اي دو 4 ديفيزي بار دو سي اي 6 ديفيزي بار دو تروا سي بون امشي نخدم هاد نطف 4 عينه شوفوا ثلاث 4 يجي هاد سا 4 divisé par 2 égale 2 fois 6 égale 12. Nag 6 agui, 6 divisé par 2 égale 3 fois 4 égale 12. هذا نأخذ مقام الكسر الأول اللي هو 4 divisé par 2 الوفق يسقارن وقي الوفق والناتج يضرب في مقام الكسر الثاني أدفع 12 نغنطف 6 الكسر الثاني مقسوم على 2 اللي هو الوفق الناتج هو 3 مضروب في مقام الكسر الأول اللي هو فوا 4 في 4 أدفع 6 صافي ألف ميم 12 الله يبارك راشي مشطاحة ساقي حضران أي راش ما شاء الله بارك نحويج راش من بعد سنة تخدم حسابها كي سنة ما يراش تغرام ما شاء الله تخدم بجمع الكسور جمع التكسير ذي كاين نظام معليش صافي نفهم ثرى العلاقة كيف مثلا لا علاقة التماثل علاقة التداخل علاقة التباين علاقة التوافق ثرى إذا كنخدم المسائل مثال ثرى أدلفك مثال يموت شخص عن مثلا زوجة وبعدين أم وبعدين بنت وبعدين أختين شقيقتين شين دائما المسائل قنخدمها كطابلو باش تسهلت هذا فقلت نتعلم طريقة منهجية مبسطة النوتير ماد يخدم الفريضة ولا يخدم على في كذاك أكدف كان لا ريبونس فينال وخلاص أشيني أصلها كذا وتصح من كذا وزادر سيدي كان مثل الطريقة ديال التعليم إلا قد صنغر هكا ساويلا نفهمك لا ميثود ياكل لي زيتاب ياكل المراحل ذاك إلا قنج الورثة ذاك أمكان الورثة لا كازاكين الورثة من بعد لا كازاكين النظام هاد ساه ثاقي ذاك نكتب ذاكي الورثة ثاقي الأنصبة ثاقي ألف ميم ألف ميم يعني أصل المسألة أين غرك ساقي أنفذوا الزوجة كم تاريخ يمكن غرك في هذا سي بون ان ويتيام بارك الله فيكم هذا ان ويتيام طيب
من الناحيه العلميه لابد من تعليل، خاطر سيضيون انويتي ما كاين يغر الا قد جاوب فيغر ادينض لوجود الفرع الوارث ذاكي يا اما تخدمض ذاك تسمر ذاك ذاكي باش تخدمض اتجوستيفي لو انويتيان، يعني تبرير هذا الثمن بترك يعني مجال واسع نغمولاش ذاكي وحدث اتشفض ذاك تجوستيفي ياك لي زيرتي ياك لي زوبيراسيون تخدمض اتجوستيفي قم كان واحد السن، معناه لابد من تبرير هذه الأنصبة في حيز آخر. الأم كم ترث؟ ان سيزيام، السدس. السدس لماذا؟ لوجود الفرع الوارث أيضا، لوجود البنت ذين مثبوين السدس. البنت كم ترث؟ لا وليدي ترث النصف، خطوة حسيت لا ترث النصف، 1/2 ترث النصف. لماذا؟ لانفرادها وعدم وجود معصب. الآية 12 من سورة النساء فإن كانت واحدة فلها النصف، ضرب سيف كان النصف مثل واحد. الأختين الشقيقتين، أختين الشقيقتين الباقي تعصيبا شفامي القاعدة نخدمها كني الأخت الشقيقة إذا وجد معها فرع وارث مؤنث تصبح مثل الأخ الشقيق إرثا وحجبا. درنا القاعدة أخت شقيقة زائد فا واو ميم فرع وارث مؤنث يساوي أخ شقيق إرثا وحجبا. كذلك الأخت لأب، أخت لأب زائد فا واو ميم فرع وارث مؤنث يساوي أخ لأب إرثا وحجبا. الأخت الشقيقة عاصبة عين. أين دي قران؟ ثورة أصل المسألة واقي ثورة نوالي خلطنا كذا الأنصبة إلى 8 إلى 6 إلى 1/2 أنوي ذا مشطوح ذاكي أنوي ذا الأصل هذا نشوف أصل المسألة ما هو 24. إلا قد نشوف السيس الأسهم بلا لا فيرغول يلاق، خاطر لو كان نخدم أصل المسألة 8 1 8 من 8 سي 1 1 2 من 8 سي 4 et un 6e من 8 تفضل لا فيرغول. إما نخدم 12 أيضا 1 6e من 12 نورمال 2 1 2 من 12 6 نورمال سون فيرغول، ولكن 1 8 من 12 نو صافي. لا كان تقريبا درنا فيها مشطوح ديك السن ذوينا ارا نطف ذا مشطوح 24. لو كي لاقي توردنو غير العلاقات ما نطبق العلاقات اديني العلاقه بين 2 و6 هي علاقه التداخل. تداخل هذا سمحتي 2 اكل 6 سي 6 et 6 اكل 8 ولا سيدي يافن نو هضرتي العلاقات. نعم شكرا 10/10 توافق ساقي 6/4 خاطر ماشي يون عدد فردي ولا زوجي 3 4 فردي زوجي 5 6 فردي زوجي إما كيدير 6 8 زوجي صافي العلاقة هذه علاقة توافق. انطف 6 divisé par 2 égale 3 fois 8 égale 24. 8 divisé par 2 égale 4 fois 6 égale 24. أعطيكم الصحة. إذا نأخذ المقام الأول ونقسمه على الوفق اللي هو 2 والناتج يضرب في مقام الكسر الثاني، والعكس صحيح. نأخذ المقام الثاني مقسوم على الوفق اللي هو 2 والناتج يضرب في مقام الكسر الأول اللي هو 24 فرق واحد. بعد توزيع الأنصبة على الورثة
استخرجنا أصل المسألة بإعمال العلاقات، والعلاقات التي استخدمنا علاقتين: علاقة التداخل وعلاقة التوافق. خطر إلا الثمن الزوجة عيوتيان، الأم السدس 1/6، البنت النصف 1/2، الباقي للأختين الشقيقتين 3 الأخوات 3 قلان. ثورة ولا العلاقة 2/6 هنوفى علاقة التداخل، نغير 2/8 هي علاقة التداخل، ونوفى العلاقة 8/6 وعلاقة التداخل تقتضي نأخذ أكبر العددين. العلاقة 8/6 هي علاقة التوافق، معنى كلاهما يقبل القسمة على نفسه ولا يقبل القسمة على الآخر، ولكن يجمعهما في وفق واحد اللي هو 2، عدد صغير عدد واحد. نفضى 6 إمي تفضى على 2 يساوي 3، 6 على 2 يساوي 3، مضروبة في مكان في الثاني 3 في 8 يساوي 24. نغ 8 مقسومة على 2 يساوي 4، 4 في 6 يساوي 24. إذن أصل المسألة هو 24. تريد نسفغ أسهم الورثة من أصل المسألة كما شرحنا وبينا. 224 شحال يساوي؟ 3. بارك الله فيكم، هذا مكانه وكذا مكانيس، كل حاجة خمس مكانيس. أنسي زيان 24 شحال؟ 4. بارك الله فيكم، 4. النصف 24 12. ثورة نجمع باش نزرى شويه بوين في قشيشين هنا في شقيقين في سماه في شقيقين. 3 أرنياس 4 يساوي كام؟ 7. أرنياس 12 19. 19 منقوصة من 24 يساوي كام؟ 5. بارك الله فيكم. الآن طبقنا الآية 12 من سورة النساء والآية 13 من سورة النساء، خرجنا هذه المسألة بطريقة رياضية حسابية دقيقة. نمسفها الله يبارك. ثورة مازال نسايون بغفل ذا مقارنة غير تراجو ذاك مما شاسة قالت نخدم في موضوع آخر يشد الموضوع بوسع. من فضا 3 مقسومة على الزوجة على وحدة عادي سهلة. خذ مثلا الإشارة ياك، إشارة معليش نستخدم أيوه الفير لازم يزاو هذا 3 تقبل قسمة على واحد عادي زوجة يوث. 4 ديفيزي بار الأم مقسومة على الأم كيف 12 ديفيزي على البنت عادي كيف. يلا 5 ديفيزي على 2 أختين شقيقتين 2 إهمالة الرز. لا الميراث ما يقبلش هذا الشيء. تروا زا شويه ضرام داكي ثورة توالي ماشي نخدم ذاك أين يخدمك سوا أين يخدمك سوا. طيب نناد 3 تقبل قسم على ثفرة ذا شو نخدم ذاكي أنولي أندث الرز سمحتي طبيب بعد شهر ما يولي يعني الرز أدي يخدم له جاست أدي يخدم العالم ياك أدي السينيالين داير الرز نكويث الرز ذاك الرز داير رجاي أنولي العلاقة بين 5 و2 خاطر ذاك 2 يقلان زوج العلاقة بينهما واش من العلاقة؟ علاقة التماثل أو التداخل أو التباين أو التوافق. تفضلوا باش نصليو العشاء لازم نجاوبوا أو كيفاه
هي علاقة التباين، عدد فردي وعدد زوجي. ايه من بعد فاذا ما دام هي علاقه تباين، علاقه التباين تقتضي اخذ عدد الرؤوس المنكسر عليهم مضروب في اصل المساله. او اثنين تبعني شوفه 2 فوا 24 48. إجماث نغيو سيدي بطريقة رياضية يعطيك الصحة. يكون ذي الميراث علم الفرائض علم عجيب جدا، فيه الرياضيات، فيه الحساب، فيه المنطق، فيه كلش. معنى ياخذك خطوة خطوة. هذا منين جبت 48؟ عاش قارغ انسي دبلك يا اخي السلامة شو سقارة سقان سنتي دبيض يسعى الحق ميان سنتي دبيض هانتي انتي دنبي اد نطفدو ياكي. نعم ثقس نكمل الدرس القادم ان شاء الله سيكون البيان. ثورة صافي 48 ام بعد اثنين اكي او ثنتي دياك 3 فوا 2 6 فوا 2 شحال 8 فوا 2 صافي 24 فوا 2 يساوي 10. الور كي تجمع 6 8 24 10 اضف 48. ثم نوالي نتاكد هل زال الانكسار ام لم يزل. 10 مقسومه على 2 يساوي فيرجول ولاش فيرجول يساوي 5. ذاكي كل شيء اخضر 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 وقد زال الانكسار واقي يروح ذاين بقى على خير. نفاد 10 مقسومه على 2. الخاتمه. درس اليوم كان اصل المساله تاصيل المسائل. بينا الطرق العلميه الحسابيه الرياضيه الفرضيه لتأصيل المسائل. وموضوع تأصيل المسائل موضوع مهم جدا وموضوع أساس في علم الفرائض. طبقنا كل هذه القواعد وخرجنا بهذه النتائج من خلال هذه التمارين التطبيقية العملية. للحديث بقية إن شاء الله ولكن في موضوع آخر متصل اللي هو ما يسمى بالتصحيح. خاطر كي درنا هذه المسألة نفهم باللي إذا صار الانكسار في مسألة لا بد من جبر يول ما يرز لقات الجبر هكا. أمكن نجبر في مثال كيف نصحح المسائل أثنت نجبر القواعد أراد نشرح ما يرضى ربي الدرس إدي الدون جرام ثلويث أرثي منيث. والسلام عليكم ورحمة الله.